انتوا فين يا اللي بتحبوا الشوكولاتة؟ حضروا ورقة وقلم وتعالوا يلا هقول لكم النهاردة على وصفة كيك بالشوكولاتة غرقانة محشية كريمة وفراولة. دلعي نفسك كده واعملي للولاد يلا حاجة حلوة تفتح النفس. وعشان تسمعي كلمة ايه الجمال ده كملي الوصفة معايا للآخر عشان اقولك على السر اللي يطلع من ايدك الجمال ده. يلا بينا نبدأ. هنجيب بولة هنزل فيها بعدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وهقوم نازلة عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا أو 2 باكت من الفانيليا البودر، وهقوم جايبة ده المضرب الكهربائي بتاعنا وابتدي ان انا اخفق في البيض لغاية ما يصبح معايا قوامه ابيض وكريمي. معايا كوباية من السكر عفوا كوباية سكر حبيبات هنزل بيها حبة حبة كده، ما تنزليش بيها مرة واحدة علشان يديكي هشاشة اكتر لقوام الكيك. تنزلي بالسكر حبة حبة، هتخلصي الكمية وتفضلي تضربي لغاية ما توصلي للمرحلة دي ويبقى القوام معاكي هش وكريمي كده زي ما انتوا شايفين ولونه فاتح. معايا نص كوباية من الزيت هنزل بيها برضو تدريجي علشان يعمل معانا فوم عالي للكيكة. خلصت نص كوباية من الزيت، طبعا المضرب شغال الخفق مستمر. هبتدي بعد كده اقوم نازلة بكوباية من اللبن، كوباية حليب دافي هنزل بيها برضو تدريجي زي ما انتوا شايفين وبرضو تقليب مستمر. هاجي بقى بعد كده احضر المكونات الجافة معايا. هنزل الاول بكوباية من الدقيق، عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس كيك شيف، وهنزل بنص معلقة صغيرة من البيكربوناتو اللي هي البيكنج صودا. هبتدي ان انا اقلب لغاية ما كوباية الدقيق تختفي، وبعد كده هقوم نازلة بنص كوباية دقيق كمان ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني البودر. وهبتدي ان انا اقلب واجيب بقى الاسباتيولا بتاعتي واجيب من تحت لفوق عشان اتاكد ان مفيش معايا تكتلات من الدقيق وان القوام معايا بقى كريمي بالمنظر ده. وانا برضو هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف وفي التعليقات. معايا قالب مقاس 24 اديته دهنة زيت وبدرته بالدقيق، وبعد كده نزلت بالخليط الكيك معايا زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت ده الفرن تكون والعة على درجة حرارة 170 من تحت بس. هنحطها على الرف اللي في النص وهنسيبها حوالي 35 دقيقة. هنحضر بقى معايا المكون التاني وهي الكريمة اللي هنحشيها في النص بتاعة الكيك. معايا نص كيلو من اللبن هنزل عليه ب4 معالق كبار من بودرة الكاستر وعليهم 3 معالق كبار من السكر، والسكر حسب الحاجة، بس 3 معالق كانوا مناسبين جدا علشان خاطر ما تبقاش مسكرة قوي. هبتدي ان انا اقلب على نار متوسطة لغاية ما يصبح معايا القوام بالمنظر ده. هغطيها وهركنها على جنب تبرد معايا. زي ما انتوا شايفين القوام بتاعها قوام جميل. هنركنها بقى على جنب ونيجي نحضر بعد كده صوص الشوكولاتة معايا. هنجيب شفشق الخلاط هنزل فيه بكوباية من اللبن، لبن يكون متلج ساقع يعني، وهنزل عليهم بنص كوباية من السكر، معلقة من الفانيليا، و3 معالق كبار هرميين من بودرة الكاكاو، الكاكاو خام اسباني. كل ما كانت جودة الكاكاو كويسة كل ما كانت نتيجة الصوص هتطلع معاكي تحفة. هنقلب لغاية ما السكر يدوب، وبعد كده هقوم نازلة معايا بكوباية الا ربع من الزيت سرسوب زي ما انتوا شفتوا كده. هيصبح معايا قوام الشوكولاتة بالمنظر ده. هنيجي نطلع الكيكة من الفرن هنختبرها خلاص لقيناها مستوية. هنسيبها تبرد وبعد كده نقوم قلبينها في صينية التقديم. زي ما انتوا شايفين الكيكه طالعه معايا ما شاء الله هشه وجميله وما فيهاش غلطه، قوامها بجد جميل. عايزاكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي فيها رايكم بالمقادير دي، انا متاكده انها تطلع معاكم جميله. زي ما انتوا شايفين مسماها ضيقه، الكيكه اسفنجيه طعمها بجد كان خطير. هبتدي ان انا اجيب نص كوبايه لبن واسقي بيها الكيك عشان قوامها يبقى طري وحلو. هاجي بقى اقوم حاطه الكريمه معايا هنحطها في النص زي ما انتوا شايفين كده، ولو لقيتيها جمدت شويه ممكن تحط لها معلقتين او 3 من اللبن الدافي وتقلبيهم، هترجع معاكي قوامها طري زي ما انتوا شفتوا كده. معايا قطع من الفراوله مقطعاها قطع صغيره كده، هبتدي ان انا احطها برضو على الكريمه واجيب سباتيولا انزل بيها يعني اتك عليها كده عشان الفراوله يعني تثبت في قلب الكريمه وما ما تخليش الطبقه اللي فوق تقع زي ما انتوا شايفين.
هنحط الطبقة التانية بتاعت الكيك، واقوم بقى حاطة صوص الشوكولاتة بتاعنا اللي احنا عاملينه. بجد وصفة جميلة وتستاهل التجربة. وزينيها بقى بالفراولة بتاعتك زي ما انتوا شايفين. هجيب معايا جل تلميع ادهن بيه الفراولة عشان ما تسودش ولا تدبل. ولو مش عندك معلقة عسل نحل كفاية، معلقة شربات كفاية، هتلمع الفاكهة وهتخليها محتفظة بقوامها وبلونها اللي انتوا شايفينه ده. عمرها ما هتدبل ولا هتسود. هندخلها التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده نبتدي ان احنا نقدمها. وبألف هنا وشفا عليكم. عايزاكم بقى تحطوا اللايك، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وتتابعوا القناة علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة. هنقطعها بقى ونقدمها للولاد. انا متأكدة انها تعجبكم جدا. كل اللي هياكلها من ايدك هيقولك تحفة، تسلم ايدك، انا عملتها حرفيا ما شاء الله. الولاد بيطلبوها مني كل يعني كام يوم، الاقيهم يقولوا لي يا ماما اعملي لنا منها. اعمليها وانا متأكدة ان انت هتكرريها تاني. بجد وصفة جميلة، طعمها خطير. الشوكولاتة طعمها سايح كده ونايح وعسل. بجد جربوها وقولوا لي فيها رأيكم. والفراولة موجودة اليومين دول. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. هستنى تعليقاتكم وتتابعوا القناة وتشاركوا الفيديو بقى مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. دمتم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان.